ها يا جماعه عاملين ايه؟ بصوا الموقف ده انا سمعته، ما شفتوش بعينيا، يعني انا سمعته، فانا هطلع احكي الجزء اللي ضايقني فيه. بالنسبه للموقف، يعني الموقف اللي ضايقني ده انا هحكي الجزء بس مش هحكي الموقف كله. تمام. اتحكى لي ان في ماميس كان معاها طفل من سن 3 سنين 4 سنين مثلا. تمام. وكانوا ماشيين في الشارع، فالطفل كان محتاج حاجه مع حد، كان عايز حاجه مع حد. فالحد ده قال لها طب خلاص انا كده كده يعني انا مش هحتاجها، او انا مقدرتي ان انا اديها لك عادي، انا يعني مفيش مشكله. المامز التانية تدي الولد الحاجه، فراحت المامز الاولى راحت قالت لها لا شكرا، انا مأكله ابني ومشرباه في البيت. تمام. المهم الولد فضل يعيط ومش عارفه ايه، فراحت قالت لها طب خلاص انت مثلا مش حابه ان انت تاكليه، انا هاكله. قالت لها بقول لك ايه، مالكيش دعوه، ده ابني مش ابنك. ما تتدخليش ما بيني وما بين ابني، وانا عارفه انا بربيه ازاي. تمام. فانا ده الموقف اللي ضايقني، يعني ده الجزء اللي ضايقني، مش الموقف كله، انا ماليش دعوه بالموقف، انا ده الجزء اللي ضايقني. تمام. بالنسبه بقى لمامز دي، انا ببقى شايفاها مامز معقده قوي. يعني انت بتربي ابنك على ايه اصلا؟ يعني انت بتربي ابنك على ايه؟ هو محتاج حاجه وهي هي عايزه تديها له، او هي عادي هتديها له. وبعدين اصلا انت تعرفي ان ده حرام ان ابنك يبقى نفسه في حاجه وهي تيجي تديها له وانت تقولها لا. ده حرام جدا. يعني مش مستحب، انا مش متاكده ان ده حرام، بس ده مش مستحب. ما ينفعش برضو ان حد يكون مديكي حاجه وانت نفسك فيها وعايز تاخديها تقول لا شكرا مش عايزاها. التكبر ده يا جماعه، يا جماعه قالوا، يا جماعه قالوا، مش تربيه كده. دي مش تربيه حديثه خالص على فكره.